بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله تعالى بغيت نشارككم معايا في هذه الفرحة ديال عيد زواجي الرابع عشر. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الأفراح. وبهذه المناسبة هذه بغيت نلقي عليكم واحد الحديث ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الحديث ديال واحد المرأة صالحة اللي يعني وصات الابنة ديالها في ليلة الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه المشهور: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هذا حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيوصينا بالكرم وكيوصينا بالجود وبالاحترام وبالتهلو ديالنا في الزوجة. أما هذه المرأة فهي أمامة ابنة حارث، والإنسان يجلس ويقلب على هذه السيدة هذه شكون هي. فمن بين الوصايا اللي وصت بها الابنة ديالها في ليلة الزواج، وصتها بواحد 10 ديال الخصال. قالت لها: كوني له أمة يكون لك عبدا، الخضوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، التفقد لوقت منامه وطعامه وحفظ ماله ورعاية عياله، لا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، وإياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، يعني إذا كان مقلق، وإياك والكآبة بين يديه إن كان فرحا. أنا كنظن أنه الإنسان أو لا هاد الزوجة أو لا هاد الإنسانة هذه إلا تحلات بهاد الخصال هذه أبدا أبدا واش غادي يكون عندها شي مشكل، إلا إن كان ابتلاء من الله تعالى، فهنا يكون الصبر هو الحل. فأسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرات، ويجعل أيامنا وأيامكم كاملة مناسبات ديال الخير. وما أحوجنا لمثل هذه المناسبات، لأننا في الحقيقة أنا دائما أقولها، نحن نعاني واحد الشح في المشاعر، وما أحوجنا أن الإنسان مرة يدير بحال هاد المناسبات هادو ولو بالقليل. يعني الإنسان يخرج وليداته يدور يتسارى. إلا جلستي في القهوة مع صحابك غتخسر أكثر من هاد الشيء. فالإنسان يدير غير اللي قسم الله، يخرج مع الوليدات ويدور ويحتفل بهذه المناسبة هذه. وهذا الشيء كيزيد كيوطد العلاقة بين المرأة وبين الزوجة أو لا بين الزوج. فنطلب الله تعالى يصلح وليداتنا وليداتكم وليدات المسلمين أجمعين. وتبارك الله عليكم، مع تحيات عائلة السعيدي. تبارك الله عليكم. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا نجاة، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة
وختاما أشكركم على حسن التتبع والاستماع. وهذه صورة بعض الهدايا اللي لا علاقة لها بالماديات، تبادلناها أنا والزوجة ديالي من باب تهادوا تحابوا. أسأل الله تعالى القبول، ولكم منا كل الاحترام والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دامت لنا ولكم الأفراح والمسرات.